آه، اولا لما ارجع من بورسعيد ما بقاش تعبانه لانها مم. بلدي، مم. وبيسعدني ان انا اروحها. وكان فيها حوار. انا يعني يمكن بعتبر ان الحوارات الكثيره اصبحت عبء وكلام اكثر منه فعل، مم. والنتائج يعني الثمره قليله جدا. لكن حبيت اكون يعني بين ابناء بلدي وبين شبابها، واشوفهم بعد الثوره، واشوف بورسعيد وقدر الاكتئاب اللي كنت بشوفه قبل الثورة، وخصوصا أنها من المدن التي أديرت وتعرضت لأشكال من القهر والقمع والثأر. مم. البورسعيدية شكلهم إيه وهم عندهم مقومات حياة كجزء عظيم من المقومات الحياة اللي مالية مصر. في تغيرات كثيرة حدثت طبعا، وفي تفاؤل وفي أمل، والشباب متطلع والشباب متحمس. وأثيرت القضية التي بدأت بها الآن وكتبها الأستاذ فهمي هويدي. هل أعضاء الحزب القديم، الحزب الذي تولى شؤون مصر 30 عاما، فكانت النتيجة ما وصلنا إليه؟ البعض يعتبر في إيجابيات، البعض هذه ما نعيش الآن من آلام، من أثمان ثقيلة يدفعها المصريين وباهظة، هي ثمرة هذا الحزب. طبعا محدش يقدر يقول أن الكل فاسد، ولكن الحزب في عمومه. أنتم توليتم الحكم 30 عاما، مش كده؟ مم. ألم يأن الأوان لقوى سياسية أخرى تتولى مصر في المرحلة القادمة؟ طبيعي، ده من زمان كمان. 30 سنة يعني. أصل دلوقتي في اشتباك وفي بعض الغضب إن يعني إحنا بقى إيه إقصائنا؟ ما يعني الإقصاء فكرة. أولا بحكم القضاء تم حل الحزب، والقضية هي هل من يعني تحمل مسؤولية هذا الأمس الذي يدفع كل مصري اليوم من المكافحين ومن ثمن غالي، هو اللي يكمل ويبقى جزء من المنظومة. أنا أرى أن الضمير الوطني، ولا أرفعه عن بعض أبناء هذا الحزب، يقول أنني يجب أن أتنحى اعتذارا وألما، واسيب المساحة لمن يتقدم، وأنا أندمج بالتدريج، والجرح يلتئم والبناء يعلو. أما إننا بعد كل ما جرى في 30 سنة اللي فاتت نشتبك عشان نصنع فتنة ونقطع بعض، وأنا جزء منكم ولا لأ، ويتقدموا الصفوف والنفوس كلها متفجرة بالألم. يعني أنا لما حضرت المؤتمر في بورسعيد وافتتحوا المحافظ، وكانت الكلمة التانية ليا باعتباري رئيسة المؤتمر، رفض الشباب أي كلام. كان مؤتمر عن ايه يا فندم اللي كان حوار، جزء من الحوار الوطني، وقضايا وطنية وقضايا التنمية والإعلام والاقتصاد وبورسعيد في الأيام القادمة ومشاكل بورسعيد. أصر الشباب أنه لا حوار وأعضاء الحزب القديم يشاركوا. أنا من يعني الحقيقة مسكت بزمام الانفجار اللي حصل، قلت أنا من شارك في صناعة منظومة الألم لا يمكن أن يكون هو الذي يصنع الإصلاح أو يشارك فيه. يعني ودعوتهم بحق الضمير الوطني، دماء الشهداء، الألم اللي في مصر. يعني إذا كنتم صادقين وحاسين بما دفعته مصر نتيجة ممارسات الحزب، فتنحوا جانبا، ما تفتحوش بوابة الصراع الآن، لأن احنا عايزين نبني، مش بقى مين يشارك ومين ما يشاركش. طبعا أنا أرى أنه وبحكم القضاء بحل الحزب، خاصة الذين كانوا في مواقع سيادية وقيادية وفي لجنة السياسات والمواقع القيادية، كيف يعني إلا إذا كانت يعني أنا أدير عمل
هو الوفاق القومي عمل توصية وصل لهذه التوصية من خلال وصل. يومين ده تمام. بعد مؤتمرنا بورسعيد. كويس. يعني ده مرتبط بده. ده يعني ده مرتبط بده. الضمير الوطني كله. حضرتك بتشددي على تنفيذ هذا المطلب. أنا أشدد على ما لا يدعو إلى صراع جديد. أنت حزب مسكت بلد وعجلة القيادة وجميع المواقع الإدارة المحلية كله كنت مسيطر. البلد كنت مسيطر. أمن الدولة محدش يقدر ينكر، كان مسيطر على ماذا كانت النتيجة؟ حتى البعض بيكتب، بما اننا في برنامج صح يعني ما تنكروش ان الحزب ده له ايجابيات، بس ما بيقوليش ايه الايجابيات والمفروض الناس تشارك. طب هو اللي بيكتبوا كده هم ناسيين ان بعض رموز الفساد في ثورة 23 يوليو واحد اكبر الرموز لما استمر قاد منظومة فساد في مصر نتيجة التسامح، قاد رغم أنه صعد إلى أعلى المناصب. ده مين يا فندم؟ أحد القيادات. أنا مش عايزة أشخصن المسألة، لكن اللي بيقولوا النهاردة كان فيه إيجابيات، طب ما يقولوا لنا إيه الإيجابيات عشان نبرزها للناس. كل هذا الألم وبتقولوا فيه إيجابيات. أنتمي وأرى أن من شارك في صنع منظومة الألم يجب أن ولا يستطيع، هو قبل يجب هو لن يستطيع إلا إذا كان يكذب وسيكذب مرة ثانية. يعني هو جوه الحزب منتمي لمبادئه ولما يفعله الحزب ولا ينافق؟ والله هو في ناس دلوقتي بيدافعوا عن نفسهم، بيقولوا احنا كنا بنضطر ان احنا نعمل كده عشان الامور تمشي. طب فهو نفاق. واللي اختلفوا واللي وقفوا بره الصف لماذا لم يضطروا؟ أنا لست إلا نقطة متواضعة في بحر من اختلفوا. أنا مش في برنامجك ده أثرنا الألم المصري، ويمكن أنا وجهت الرسالة للرئيس السابق أو رسالة ورجوته أن يحتفظ وجهتيها من هنا وحصل لنا اللي حصل. وحصل لي برضه. شوف ورجوت باسم أي ضمير وطني أن يتنحى وأن يرتاح وأن يحافظ على نفسه وهو ينتمي إلى نصر من أعظم رموز مصر. مين يسعده ما يحدث المشهد الآن؟ ولكن من يقول أن من أخطأ يجب أن لا يحاسب؟ ومن الذي دفع الثمن؟ شعب بأكمله؟ طب أسأل حضرتك سؤال، أنت قلتي حاجة كده مهمة قوي. أنت كنت تتمني للرئيس السابق أن يحصل له كده؟ هو أنا لما دعوته لما وجهت الدعوة مش كنت بتمنى له أن يتنحى ويتم الحساب احتراما لتاريخه واحتراما ولكن خلينا بقى نكمل الجملة. وده في مقال كتبته في الشروق. إني بقالي أكثر من 10 يعني أنت عارف مقالاتي في الأهرام عمرها قد إيه، في الوفد، في الدستور، وأنا أحاول هدم أوتاد هذا الفساد وأبرز مساوئه، ولكن ما تكشف كان أبعد وأكبر من كل ما تخيلنا. هل تخيلنا هذا القدر من الإفساد والإضرار؟ أنا لسه قايل الكلام ده قبل حضرتك ما تخش. وإيه ونهب، يعني إيه؟ طيب بتسرقوا، طب شوية للغلابة، طب بتنهبوا، طب لرغيف العيش، للمداء. احنا مش قلناها هنا في هذا البرنامج؟ هو انت لو ما معكش فلوس تقدر تعلم ابنك تعليم كويس؟ لا طبعا. رغيف العيش، حق العلاج للمريض الذي ليس يعني شوف ما ارتكب فوق كل ما تخيلنا. أنا كنت أتمنى أن تكون الأمور في حدود ما يتقبله العقل ويبقى الحساب معقول، ولكن ما حدث ويتكشف يعني لسه لم يتكشف كله بعد. الأموال بتاعة الغاز وكمية الفلوس دي، يعني النهاردة شوف أنا هنقلك نقلة سريعة جدا. إحنا بنقول مصر في ظروف صعبة، لكن أنا أراها مهما كانت الظروف الصعبة يكفي أن دخلها أو ما تبقى بعد النهب وبعد السلب لا يسرق. كان المسروق نسبته قد إيه؟
واللي باقي للشعب ده للتنمية والصحة، ده الصحة خفضت في آخر ميزانية والتعليم. بينما يعني الأموال، أنت النهاردة بتسمع حاجات. فاللي أنا بقوله ما كنتش أتمنى، وما زلت كمصرية لا أتمنى، وأنا زي الروح والشخصية المصرية اللي تكوينها الأساسي تكوين إنساني، لا تشمت ولا تستذل ولا تريد أن تضر. كنت أتمنى أن تكون يعني إيه الخروج بشكل أكثر كرامة، آمن زي ما بيقولوا، بشكل أكثر كرامة. ولكن الكرامة من أن ما ارتكب بحق الشعب لم يكن شوف، أنا لم أكن أتصور وقلت لا، أكيد لم يكن يدري الرئيس السابق بما يحدث في ميدان التحرير. دلس وأخفي الأمر عليه. لا يمكن يكون كان عارف أن شعبه بيضرب بالرصاص والسيارات تدهس الشباب في الميدان. فإذا بالتحقيقات وحسب ما نشر أخيرا على لسان السيد عمر سليمان يعني أنه أبلغ بحجم الفساد. يعني ليس هناك عذر، ودفع الثمن للأسف، دفع الثمن. ويعني أنا أقول أنه بعض التطبيب لجرح وآلام شعب. 30 سنة إفساد، وهتحتاج يعني كم سنة إصلاح، كم سنة عشان تبني، كم سنة. حقيقي أن هذا البلد العجيب وسره الغريب والكده أنه يستطيع أن يضمد ويتحمل بس احنا بنرجو ان اللي بيدافعوا عن مصالحهم، لان مصالحهم كانت مع كل هذا الفساد، قليل من الرحمة للثورة، وليكتفوا بما فعلوا. هم صحيح خايفين، لان القضية مش الصف الاول والثاني بس، ده الثالث والرابع والخامس اخطر. وانا مع دعوة الكاتب الكبير استاذ فهمي ان الحساب يكون للجميع. بس هي الحقيقة أنا أرجو ألا يعطل الحساب خط البناء والتنمية، لأن ده الخوف بقى. إحنا في أمس الحاجة الخوف. أن يكون الخطين متوازيين. أن أحاسب، لأن ده درس للتاريخ. ما هو لو أخطأت أنا وارتكبت في حق كل شيء وذبحت شعب واستذللت شعب ومشيت سالم آمن، مين اللي خاف؟ مين اللي خاف؟ رغم أن لا أحد يعتبر، ولو قريت التاريخ تلاقي دروس الطغاة كلها واحدة ولا أحد يتعلم. إنما علينا أن نضيف هذه الثورة العظيمة 25 يناير يجب أن تضم إلى ما أنجزته درسها العظيم، أن من أخطأ يحاسب، وأن هذا لا يتناقض مع البناء، مع أننا كشعب جميعا يجب أن، وده يقتضي إيه؟ إن النهاردة القانون يحكمنا جميعا، وأن يجاب أسئلة المواطن. إمتى هتتم حل المشكلة دي؟ إيه المدى الزمني؟ الدخول هتتحل إمتى؟ ده أنت لو رجع يعني أنا غارقة في، يعني يمكن ده اللي شغلني عن ملف القمح، لأني باعتباري عضو في مجلس الأمناء غارقة في ملف الإعلام. أنا أقرأ أرقام في ملف الإعلام، في ملف الإعلام. إيه ده ما شاء الله، هل ده أغنى بلد في العالم ما فيهاش هذه الأرقام. وفي ملف الإعلام الرسمي الذي كان يجب، يعني الذي كان يقوم بدور للأسف دفع إليه، وهو تضليل البوصلة وتضليل الضمير. طب هيقوم الإعلام؟ هيقوم طبعا، لأن به كفاءات وبه قيادات وبه إخلاص وبه مخلصين. حقيقي أنه محمل بالتركة زي مصر كلها. هتقوم مصر؟ هتقوم مصر. أنا من المؤمنين. أنا مش هنا قلت لك في هذا البرنامج أن الأمل أكبر من الألم؟ ده صحيح. وأن الانفجار قادم، وأن هذا الشعب يكمن ولا يموت. وكانت ثقتي بلا حدود. حدثت وقامت، وحدثت المعجزة الربانية أولا، لأن من أرادها بسوء قسمه الله.